لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. نجدد العهد والنية مع الله سبحانه وتعالى، لعل الله سبحانه وتعالى الآن يطلع على قلوبنا فيكتب هذا الجمع من عتقائه من النار في هذه الليلة. اللهم لا تصرفنا من هذا المكان في هذه الليلة إلا وقد أعتقت رقابنا من النار يا أكرم الأكرمين. اللهم فرج همنا وهم الناس أجمعين يا أكرم الأكرمين. أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الرسالة الأخيرة اللي ربنا سبحانه وتعالى ارتضاها للبشرية بعد ما وصلت لنضجها وختمت الرسالات السماوية مع محمد صلى الله عليه وسلم، وارتضى الله عز وجل في النهاية أن تختم هذه الرسالات بالكتاب الشامل الجامع القرآن الكريم، كتاب الله سبحانه وتعالى الذي تكفل الله عز وجل بحفظه ولم يترك حفظه لنا ولا لأي أحد، لا ملك ولا بشر ولا نبي حتى، إنما تكفل الله بحفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ربنا سبحانه وتعالى ارتضى هذه الرسالة أن تكون هي حاملة النبوات والرسالات الدعوات البركات، وأن يودع الله سبحانه وتعالى فيها كل احتياجات الناس مهما اختلفت أزمانهم وأماكنهم ولغتهم إلى يوم القيامة، بدون أن يحتاجوا لنبي جديد، بدون أن يحتاجوا أن يبعث الله عز وجل رسولا وينزل له تشريعا ويؤيده بمعجزات. أصبح البشر غير محتاجين بعلم الله سبحانه وتعالى لنبي جديد معه معجزات حسية يرونها، فأودع كل ما يحتاجه الناس، إقناع واحتياجات وتشريعات وكل ما يحتاجوه في هذا الكتاب في القرآن الكريم، وجعل له رسالة وأهداف. هذا الكتاب جاء لرسالة وهدف حتى يحققها في الناس، من أخذ بها عز وارتفع، ومن أهملها وتركها زل وضعف ومرض وضاع في كل ضروب الحياة. القرآن الكريم خير كتاب نتعبد به إلى الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ويقول على واجب آخر من واجبات القرآن، يقال يوم القيامة لقارئ القرآن الحافظ، وده حث من النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ القرآن الكريم، يقال لقارئ حافظ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلق الرفعة والوضاعة، العزة والذلة، القوة والضعف بالتمسك بهذا الكتاب أو البعد عنه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض به آخرين. وهذا ما قال الله عز وجل في سورة يونس: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين، سورة الإسراء، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وربنا سبحانه وتعالى جعله هو الشيء الذي ينبغي أن يفرح له المسلم، أن صار له علاقة مع القرآن، وربنا سبحانه وتعالى فتح قلبه مع القرآن. الذي يكون له علاقة مع القرآن ويؤتى نصيبا من القرآن هو هذا الذي ينبغي أن يفرح. بسم الله الرحمن الرحيم: قل بفضل الله وبرحمته، بالقرآن وأهله، فضل الله ورحمته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا خير من كل الدنيا وكل متاع الدنيا. أيها الإخوة الكرام، هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم الذي سماه الله سبحانه وتعالى بالشفاء، وسماه بالنور والعزيز والكتاب والفرقان والذكر وغيرها من أسماء وأوصاف، يحتاج أن يكون لنا معه علاقة. إن شاء الله رحلتنا في خلال الشهر الكريم في الخواطر السريعة هذه، ولعل نضيف عليها في جلسات إيمانية بين العصر والمغرب أو بين الظهر والعصر أو بما يسمح به أوقات من يريد من الإخوة إن شاء الله رب العالمين. وقفتنا هتكون تحت هذا الباب: إيه الرسالة
التي جاء بها القرآن الكريم ليحققها في هذه الحياة. العنوان الأساسي لرسالة القرآن، أو العنوان من الأهم من عناوين القرآن اللي جاء يحققها في هذه الحياة، إنه جاء يصنع إنسان يرضى عنه الله سبحانه وتعالى، يصنع إنسان يقوم بالوظيفة والمهمة والدور والأمانة التي وكلها الله سبحانه وتعالى إليه بالقرآن وتربية القرآن والجوانب الموجودة في القرآن. يعالج الفكر والعقل، ويعالج البدن، ويعالج المشاعر، ويعالج القلب، ويعالج الأخلاق، ويعالج الفهم، ويرتب للإنسان أدواته ووظائفه وأدواره وحياته وأولوياته، ويعرفه الخير من الشر وفرقان بين الحق والباطل، ويعرفه العدو من الصديق، ويعرفه الضعف من القوة، ويبين له النور من الظلام، ويبين له ما يفعل وما لا يفعل، وماذا يفعل اليوم، وما ينبغي أن يفعل الآن، وما ينبغي أن يؤجل لغد، وما هو ضروري وما ليس بضروري، وما ينبغي أن يقدم عليه وما لا يقدم عليه. الإنسان بمعنى الإنسان، ليس الإنسان المشتت. الإنسان كما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم في أجمع وصف وصفته به ستنا عائشة لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي فوق الأرض. فيا ترى إيه الأوصاف اللي القرآن عايزها مننا تتحقق فينا؟ إيه هي الوسائل والأهداف اللي القرآن يريد أن يصنعها فينا؟ هو ماذا يريد منا؟ وبالتالي ما المطلوب منا حتى يتحقق فينا هذا الأمر؟ ما المطلوب منا مع كتاب الله سبحانه وتعالى حتى نكون الإنسان الذي يرضى الله سبحانه وتعالى عنه؟ الإنسان ممكن يتعبد لله سبحانه وتعالى بعبادات كثيرة جدا، ولكن من الممكن أن يكون مشتت، يمسك بأوراق الشجر إنما ما وصل إلى الثمرة، ما وصل إلى جذر الشجرة، مشتت بين الأوراق وبين فروع الشجرة، مع أنه يفعل جهد كبير جدا إلا أنه مشتت وليس على الطريق، ولا يحقق الهدف الرئيسي المباشر الذي يريده الله سبحانه وتعالى منه. السبب في ذلك أنه اختار لنفسه، رتب لنفسه، بعد عن المصدر، بعد عن الينبوع. هو فيه خير وفيه طاقة وعايز يتعبد إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن ليس معه المصباح الذي يضيء له أين يضع قدمه وأين يبدأ وما الطريق الذي ينبغي أن يسير عليه. الكفيل بذلك هو القرآن الكريم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيمة يعني ميزان ضابط لكل الأمور. نعمة بنحمد الله سبحانه وتعالى عليها. أنزل على عبده الكتاب يعني القرآن ولم يجعل له عوجا، قيمة ضابط لكل أمر من الأمور. فلما جفتش في أعمالي وعباداتي، نحن نريد أن نتعبد إلى الله بأعلى عمل يعود علينا بأجر أكثر. لا نريد أن نتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بأي عمل، لا، المسلم يساهم في كل عمل، ولكن عنده هدف محدد يريد ألا يسبقه إليه أحد. يتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بأعظم عمل يريد أن يستبق به إلى الله سبحانه وتعالى. دي كانت تربية الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام، وده اللي وصف به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، أن اللي كان ضابط لكل حياته هو القرآن. فهل إحنا السؤال اللي نؤجب عليه في خلال الشهر بقى، إحنا فعلا القرآن الكريم هو اللي ضابط لكل حياتنا واختياراتنا وأولوياتنا؟ إحنا في شهر القرآن نريد أن ننفتح عليه بكل وسائلنا من الآن. يلا نفتح المصحف، مش عايزين جزء من اليوم، مش عايزين نختم ختمة واحدة في الشهر، مش عايزين فقط القيام يقتصر على 11 ركعة اللي بنصليهم في المسجد، مش عايزين يكون فقط جلسة التلاوة اللي هي كل يوم العصر، مش عايزين فقط يكون علاقتنا مع القرآن الأشياء المرتبة الروتينية فقط. هذا شيء عظيم. إنما نريد المساهمة الفردية، ننفتح مع القرآن الكريم بأعلى جهد، بأكثر من ذلك بكثير، حتى يتحقق فينا هذا الوصف، نكون قرآن يمشي فوق الأرض.
اللهم أعزنا بكتابك وارفعنا بكتابك واشفنا بكتابك واهدنا بكتابك. اللهم علمنا القرآن وفهمنا القرآن وارفعنا بالقرآن وداونا بالقرآن واهدنا بالقرآن وعمر بيوتنا وحياتنا بالقرآن واجعله قائدا لنا إلى الجنة ولا تجعله سائقا لنا إلى النار. وانصر أهل مصر على عدوهم يا أكرم الأكرمين، أهل سوريا على عدوهم يا أكرم الأكرمين، وانصر أهل فلسطين على عدوهم يا أكرم الأكرمين، وانصر كل مظلوم في كل مكان من أرضك يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قوموا إلى صلاتكم.